الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع حل تقييم الأسبوع الخامس صفحة 22 و23 و24 على قناتكم المفضلة، قناة اللغة العربية الشاملة، أستاذ شعبان أحمد. المجموعة ألف. اقرأ ثم أجب. أم العلوم والفنون ساد بنوها الأولون، ومثلما كانوا نكون إنا عليها قائمون، نرعى العهود والذمم. طبعا الشاعر في هذه الأبيات يصف مصر بأنها مصدر العلم والفنون، وأن أبناءها القدماء كانوا سادة ومتقدمين في الحضارة. وفي البيت الثاني: ومثلما ما كانوا نكون عليها قائمين، يتمنى أن يكون أبناء مصر اليوم مثل أجدادهم في القوة والعلم والعمل لخدمة الوطن. نرعى العهود والذمم، يعني نحافظ على العهود والمواثيق ونلتزم الأخلاق والوفاء. الأخلاق والوفاء. بعد كده بيقول لك أم العلوم معناها أصل أصل ومنبع العلوم. تبقى يعني أصل ومنبع العلوم. بعد كده ساد يعني تفوق وارتفع، يعني ارتفع شأنها. بنوها يعني أبناؤها، بنوها يعني أبناؤها. قائمون يعني يحافظون عليها، يحافظون عليها. نرعى يعني نحمي ونصون أو نحفظ ونصون. كلمة نرعى يعني نصون. العهود يعني المواثيق. الذمم يعني الأمانة، الذمم يعني الأمانات. والعهود معناتها المواثيق، والعهود معناها معناها المواثيق. بعد كده نأتي إلى الحل. هنا بيقول لك هات من الأبيات كلمة جمعها فن طبعا، والفنون تبقى الفن هنا الفنون. كلمة مرادفها وعود، عندنا العهود، نرعى العهود. كلمة مضادها الآخرون، عندنا هنا الأولون. ما الجمال في قول الشاعر أم العلوم والفنون؟ شبه مصر بالأم، شبه مصر بالأم صاحبة العلوم، بالأم صاحبة العلوم. بعد كده اكتب بخط الرقعة وخط النسر. تاني حاجة بيقول لك هنا المجموعة رقم باء. المجموعة رقم باء بيقول لك نحب مصر مخلصين ونفتديها أجمعين، فيها حيينا مكرمين، وهي الحياة للبنين، هي الوجود والعدم. طبعا هنا نحب مصر يعني نحب مصر حبا صادقا، ومستعدون للتضحية من أجلها جميعا. فيها نعيش مكرمين يعني نعيش في مصر حياة كريمة مليئة بالعزة والكرامة، وهي الحياة للبنين، أي أن مصر مصدر الحياة، مصر مصدر الحياة لأبنائها، وبدونها لا قيمة للحياة، وبدونها لا قيمة لا قيمة للحياة. نحب مصر مخلصين يعني صادقين، مخلصين يعني صادقين. نفتديها يعني نضحي من أجلها. ما حيينا يعني حياتنا. مكرمين يعني معززين، مكرمين يعني معززين. وهي الحياة للبنين، البنين يعني الأبناء. هي الوجود والعدم، هي الوجود والعدم. بعد كده بيقول لك هات من الأبيات جمع
كلمة جمعها مخلص، عندنا مخلصين. كلمة مضادها الممات، عندنا الحياة وهي الحياة. كلمة مرادف كلمة معززين زي ما احنا قلنا هي مكرمين، يعني معززين، يبقى هنا يعني مكرمين. ما الجمال في قول الشاعر؟ هي الوجود والعدم. الوجود يعني الحياة، العدم يعني الموت، تبقى هنا تضاد يوضح المعنى ويقوي. تضاد يوضح المعنى وإيه؟ ويقوي. نأتي بعد ذلك إلى المجموعة رقم ج. بيقول لك هنا نبني لها خير البناء، نبني لها خير البناء، نعلو بها إلى السماء، ندين فيها بالوفاء، ومصر أولى بالفداء، هي الحمى وهي الحرم. عندنا هنا الحمى وهي الوطن الذي يحمى، يبقى الحمى يعني الوطن الذي يحمى. الحرم يعني المكان المقدس، المكان المقدس. طبعا الشاعر في هذه الأبيات بيقول نبني لها خير البناء، نعلو بها إلى السماء، يعني نعمل بجد لبناء مصر وتقدمها حتى تصبح في أعلى مكانة. ندين فيها بالوفاء، يعني نلتزم فيها بالوفاء والإخلاص، ومصر أحق بأن نضحي من أجلها. هي الحمى والحرم، أي أن مصر هي الوطن الذي يحمينا، وهي المكان المقدس الذي نحافظ عليها، المكان المقدس الذي نحافظ عليها. طبعا عندنا بقى بعد كده الحل. بيقول لك هنا هات من الأبيات ما يلي: كلمة مرادفها أحق، كلمة مرادفها أحق. طبعا نبني لها خير البناء، نعلو بها إلى السماء، ندين فيها بالوفاء، ومصر أولى. أولى يعني أحق، أولى يعني أحق وأوجب، يبقى هنا مرادفها أحق، عندنا كلمة أولى. كلمة مضادها نهدم، عندنا نبني. نبني. كلمة مفردها الأبنية، البناء. بعد كده بيقول لك الجمال، نعلو بها إلى السماء. طبعا هنا تعبير جميل يدل على رفعة مصر وتقدمها، رفعة مصر وتقدمها، كما يصور ويصور مصر كأنها ترتفع وتسمو إلى السماء بجهود أبنائها، تسمو إلى السماء بجهود أبنائها. طبعا عندنا بيقول لك هنا وهي الحياة. طبعا حياة جمعها حيوات، جمع حياة حيوات. السماء جمعها سماوات، عندنا هنا الأبنية مفردها بناء، البناء جمعها أبنية. طبعا بني يعني ندين فيها بالوفاء. طبعا العلم جمعها العلوم، عكس الوفاء مضادها
مضادها الغدر. مضاد الوفاء الإيه؟ الغدر. طبعا إلى هنا نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.